25 يناير كان لابد أن يكون أكبر من ذلك، وكان لابد أن يفعل دورها مثلما لها دور داخل الأسرة وداخل المجتمع، لابد أن يظهر هذا الدور بمنتهى الوضوح. لكن ما حدث أنه دور المرأة للأسف في الحياة السياسية تقلص إلى حد كبير. يا ترى إيه الأسباب الخاصة بهذا التراجع والتقلص؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده، دكتورة أسماء الجيوشي، مدرس الإعلام بجامعة المنصورة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وسعيدة جدا بوجودي معاكم في الحلقة الجميلة دي. مشرفانا، والحقيقة أنه إحنا وإحنا بنتكلم عن دور المرأة لازم واحنا بنستضيف أستاذة في الإعلام نتكلم عن ثقافة المجتمع وثقافة المرأة. هل ثقافة المجتمع هي المفروض تتغير أولا ثم يبدأ فعلا تفعيل دور المرأة في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع طبعا هو الشريك الأساسي في عملية المسار الديمقراطي والتنمية الاجتماعية. طبعا المرأة بتعتبر هي أساس المجتمع، لأن هي التي تنشئ نصف المجتمع وهي المسؤولة عن النصف الآخر. بداية الثقافة المجتمعية دائما بتأتي للمرأة بواجبات كثيرة جدا، ثم لما يأتي الدور عن الحديث عن حقوقها يبدأ الكلام في التحديد، ويبدأ الواجبات تعلو فوق الحقوق. الثقافة المجتمعية بتعتمد على الوعي المعرفي، بتعتمد على الثقافة التعليمية، تعتمد على الوعي الديني، المؤسسات التربوية. كل هذه المؤسسات بتجتمع جميعا في تنشئة المجتمع الذي يعتمد في البداية وفي النهاية على دور المرأة داخل وخارج المنزل. لا يمكن أبدا إغفال دور المؤسسات التعليمية والتربوية تحديدا في توجيه وتنشئة المجتمع ككل. فبالتالي بتكون المرأة ليست المتهم وليست المدافع، هي الطرف الأساسي في قاطرة التنمية. فلها الكثير من الحقوق لكي يتم بناء المجتمع على هذا الحق. صحيح. طيب اسمحي لي يا فندم، يمكن عدد المشاركة للمرأة في مجلس الشعب بقدر ما كانت العدد اللي اشترك في الانتخابات ما كانش عدد كبير، والقوائم تحديدا ما كانش فيه عدد كبير للمرأة، بقدر أيضا ما اختيار الناخبين للمرأة في مجلس الشعب ما كانش كبير. البعض بيرجع ذلك إلى ثقافة الانتخاب في حد ذاتها. مثلا بيقال أنه على الرغم من أنه المرأة بتشارك في العملية الانتخابية وهي بتعتبر من الناخبين الأساسيين، لكن في كثير من الأحيان لا تختار مرأة. المرأة دائما عندها حدس أنه هي لا تثق في أن تتولى المرأة مثل هذه المناصب. الثقافة دي إزاي ممكن نغيرها من خلال الإعلام ومن خلال زي ما أنت ذكرتي أكتر من جانب المؤسسات الاجتماعية والأسرة وكل هذه الأمور؟ تدعيم دور المرأة في المجتمع بيحتاج إلى عدة أمور. أولها تغيير الثقافة المجتمعية، ثانيا الابتعاد عن تهميش دور المرأة أو انحصاره في بعض الأدوار الداخلية فقط واقتصارها على بعيدا عن العملية الحياة السياسية والحياة العامة. من المفترض طبعا أن المرأة كناخب أساسي، بل لأنها كانت أكثر عددا في الكشوف الانتخابية، وكانت إقبال كبير جدا من المرأة على العملية الانتخابية، إلا أن بيتم توجيهها مثلها مثل أي ناخب آخر لاختيارات محددة وليس اختيارات طبعا وليست اختيارات متعددة. بيرجع السبب الأساسي في عدم اختيار المرأة للمرأة ليس فقط عدم الثقة، ولكن مسألة نسبة الأمية الموجودة في المجتمع. أيوة. نسبة التسرب من التعليم وخاصة للفتيات. ده بيؤثر بدرجة كبيرة جدا على وعي المرأة. إذا افترضنا أن نسبة الأمية في المجتمع المصري بتصل إلى 60%، وليس فقط أمية القراءة والكتابة ولكن الأمية الثقافية والسياسية، فإن المرأة هي الأكثر رسوبا في هذه العملية الانتخابية، لأنه بيتم استغلالها لتوجيهات معينة إلى تيارات معينة، وبتكون مجرد أداة للتحريك في أيدي بعض الأطراف، لكنها مش طرف فعال في هذه العملية. هي طرف فعال كصوت. لا أقصد المنتخبة.
المنتخبة المرأة المنتخبة يعني طالما ان المجتمع غير يعني مؤمن بدورها الحقيقي في المجتمع، فبالتالي هو يعني لن يدفع بها في عملية خاسرة. يعني هو الحزب في البداية وفي النهاية يسعى وراء ربح. صحيح. فبالتالي القانون عندما فرض نسبة معينة على كل للمرأة على كل حزب، فبالتالي أصبح هذا أمرا واقعا. لكن درجة إيمانه بها يعني نترك بقى الحكم للمشاهد الذي يرى جلسات المجلسي الموقرين ودور المرأة وكلماتها الجميلة هنا. شايفة أن هو مش دور فعال يعني من خلال الجلسات، يعني ما سمعناش حتى الواقع دلوقتي ان الدور انحصر في عدة نقاط: المساعدات الأهلية، الحياة الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني، وكأن دور المرأة لا يصلح للحياة السياسية ولكن يصلح فقط لدعم العمليات الخيرية. تمام. طب اسمحي لي، لأنه هذه المسألة مهمة جدا وهي خاصة بالانتخابات، لأنه يعني أكتر حد بيتم توجيه واستغلال صوته هو المرأة. يعني شفنا ناخبات في الانتخابات الماضية أكتر بكثير من الرجال، وأعداد هائلة وحماسة ويعني وإصرار على العملية الانتخابية رغم انشغال المرأة يعني بالأسرة تمام. لا، ده كانت في بعض الأوقات يعني بتبقى هي قائد الأسرة وبتقود وراءها جميع افراد الاسره. تمام. محرك يعني وده على فكره اكبر دليل لمن يعني يتحركون في العمليات الانتخابيه على ان المراه قائد بمعنى الكلمه. قائد لأنها استطاعت أن هي توجه جميع أفراد أسرتها بجميع أعمارهم إلى الأماكن الانتخابية. على زي ما حضراتكم طبعا كلنا نعلم أن المقر الانتخابية واللجان الانتخابية كانت بالنسبة للأسرة الواحدة غير موحدة. أيوة. كانت بتقود عملية توزيع أفراد الأسرة وبتتحرك بيهم وكانت بتوجههم، وكانت يعني حتى تشوف الناخبين كان موجود فيها عدد من النساء أكبر. أنا عاوزة بس أوجه النظر لنقطة صغيرة، إن إذا كانت العملية الانتخابية للمجلسين الموقرين هي يعني رمز مصغر لعملية الانتخابات الرئاسية، فإحنا المرة أثبتت فعالية وجودها عدديا كميا وليس كيفيا. ولكن إذا اعتبرنا أن الأسرة المصرية التي تقوم بإدارتها المرأة هي رمز للمجتمع أو للدولة ككل، فإذا كانت المرأة قادرة على قيادة أسرتها اقتصاديا واجتماعيا فهي بالتالي قادرة على إدارة المجتمع ككل. في رأي حضرتك كيف يمكن تحويل هذا الدور الرائع اللي انت يعني وصفتيه بطريقه لا، ده الامم المتحده وصفته اكتر كمان. يعني في تقارير للامم المتحده اقتصاديا بتقول ان المراه الريفيه قادره انتاجيا على حمايه 150 مليون شخص من الجوع سنويا. المراه المصريه سواء الصعيديه او الريفيه، المراه المنتجه بصفه عامه قادره على رفع مستوى المحاصيل الزراعيه 4%. المراه الصعيديه قدرت على المستوى الاجتماعي ان هي تساهم في عمليه التئام الثأر بين العائلات. المراه البدويه قدرت ان هي تساهم في عمليه الاصلاح بين القبائل. المراه الريفيه قدرت ان هي تعمل ارتفاع في المعدل الاقتصادي، وقدرت ان هي تعمل عمليه زي الوتد زي ما احنا كنا بنشوفه للاسر. تمام. كانت يعني ده احنا بنلمسه يعني واقعيا. المراه بقى على مستوى الجامعات عندنا، باعتبار ان انا يعني في الجامعه يعني نموذج رائع للقياده. لك ان تتخيلي حضرتك ان هي قادره على حل جميع المشاكل باذن الله، بدايه من وجودها كرئيس قسم الى رئاسه الجامعه. استاذه اسماء، يمكن حضرتك يعني طبعا استاذه في كليه في جامعه المنصوره وبتدرسي الاعلام، ولك يعني عدد كبير من الطالبات والطلبه الموجودين داخل المدرج. ايه الرساله اللي بتكوني حريصه انك توصليها لهذا الجيل اللي هو يعني في المرحله القادمه هيكون يعني قادر على صنع مستقبل البلاد بشكل حقيقي؟ مش عايزه اقول تغيري فيها الصوره الذهنيه للمراه او الدور المحدد للمراه، لكن بقدر الامكان يعني بتحاولي كده بهذا الفكر المسترين انك تعملي ثقافه جديده. هو أنا بوجه رسالتين من خلال المستوى التعليمي لطلبة الإعلام تحديدا. أولا بالنسبة للمرأة، عندما يتاح لها الفرصة على المستوى القانوني كما نص الدستور المساواة وتكافؤ الفرص، فإحنا عندنا هذه المادة مفعلة داخل الجامعات. من يتم رفع مستواه العلمي عن طريق التقدير
سواء كان ولد او بنت بيتم تعيينه. اذا اوائل الخريجين بيطبق عليهم القانون. واثبتت سنوات الدراسه ان المراه داخل الجامعات بتحصل على التقدير الاعلى، ونسبه القيادات الجامعيه والدكاتره الجامعيه من السيدات اعلى بكتير جدا من الرجال. ده اكبر دليل على ان احنا يوم ان يتاح الفرصه للمراه بالقانون سوف تحتل مكانة أكبر. الرسالة الثانية اللي بوجهها لطلبة الإعلام، إحنا قادة المرحلة. الإعلامي هو مرآة وعين المشاهد على الحدث، فبالتالي كلمتك أمانة، صوتك أمانة، حق المشاهد عليك قبل حق ضميرك عليك. صحيح. طب اسمحي لي يا فندم، يعني الحقيقه انه مساله حقوق المراه هي مساله كثر الحديث عنها في يعني في الفتره الماضيه ما قبل الثوره، وراينا مجالس ومؤسسات ومؤتمرات وندوات خاصه بحقوق المراه، لكن لما بننزل على ارض الواقع وبنشاهد المشكلات المختلفه للمراه المصريه، وعلى راسها طبعا المشكلات الاسريه ومحاكم الاسره المليئه بقضايا خاصه بالزوجه المطلقه والتي قوانين الأحوال الشخصية بعيدة كل البعد وكأنها ليست طرف يعني المجالس القومية. تندهشي وتقفي هناك فجوة كبيرة جدا ما بين هتقولي لا، يعني ازاي الناس بتقول ان المرأة خدت كل حقوقها؟ ما المرأة هي يعني حقوق كتير جدا ما خدتهاش. هو المشكلة مجالس المرأة قبل الثورة ان هي كانت يعني بعيدة شوية عن مشاكل المجتمع الحقيقية، مشاكل المرأة داخل المجتمع الفعلية، المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية اللي بتسبب في الكوارث الأسرية. كانت بتحاول ان هي تعالجها بطرق يعني بعيدة عن احتياجات المرأة، كانت بتحاول ان هي تعالجها بطرق قانونية وطرق شكلية، مع ان يعني هي لو حاولت ان هي تساعد أو تصلح من الأحوال المتردية للمرأة اقتصاديا واجتماعيا ببساطة الأمور دي هتتحل. يعني هو المبدأ الأساسي في الدستور هو المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها. طالما إن إحنا بنحاول إن إحنا ندور في هذا الإطار، فيعني لن يصبح هناك صراع داخل أطراف الأسرة. الأسرة عبارة عن وحدة متكاملة وليست حلبة صراع بين الأطراف من يأخذ الحق ومن عليه الواجب. الأفضل إن يعني المؤسسات المعنية بحقوق المرأة كلها إن هي لا تبحث عن حق المرأة بطرق شكلية، تبحث عنها بطرق فعلية. حقوق المرأة بتكمن في استقرارها، في إعطائها الجانب المعنوي، في إعطائها حقوقها الاجتماعية، في إعطائها يعني حقها الرضا عن نفسها، مكانها في المجتمع. يعني احنا لو اعتبرنا ان المرأة يعني مواطن أصيل في المجتمع، ليس ضدها أي نوع من التمييز العنصري، كائن إيجابي. المرأة كائن إيجابي وليست كائن سلبي في المجتمع. الحقيقة كل الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوليه ده يعني وأنا بسمعه كده بيتبادر إلى ذهني يعني بعض المرشحات في مجلس، تمام، وللأسف اللي ما فيش عليهم بؤرة ضوء كبيرة. لا مش بتكلم عن الموجودين دلوقتي، بتكلم عن اللي يعني قدموهم للترشح ووضعوا بدلا من صورتهم وردة رموز أو صورة لزوجها يعني، أو رموز مختلفة، وكأن يعني مجرد ظهورها في حد ذاته هو شيء مشين وشيء يعني مؤسف بالنسبه للمجتمع. شايفه مع وجود مش ظهورها بس، هو يعني وجودها اصلا داخل الكيان الحزبي ده يعني بيوجهوا رساله للمجتمع ان ده مجبرين عليه. وكأن وجود المرأة شيء مجبرين عليه. طب ما المرأة هي يعني نفس هذا الرمز الذي أنتم مجبرين عليه الآن، هو من كان في الميدان، هو من كان في الثورة. قائمة الشاهدات وأم الشهداء يندرجوا تحت بند المرأة ولا يندرجوا تحت بند الرجل. عدد المليونيات اللي موجودة دلوقتي نسبة كام؟ يعني أكبر نسبة فيها نسبة للمرأة. فبالتالي المرأة التي تساهم اليوم في الحياة السياسية ونحن نرفض وجودها، هي من ساهمت معنا في الثورة وكانت بسندا يعني لنا. لا يعني هي كانت لها دورين في الثورة، يعني الرجل كان له دور، هي كان لها دورين، هي كان لها دور في المشاركة. ده هيقودنا لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة تيار الإسلام السياسي، وإذا ما يعني تواجد بشكل مكثف في الحياة السياسية وبالتالي هيكون له دور في الحياة الاجتماعية. شايفة أن كل ما نتحدث عنه من تفعيل دور المرأة في المرحلة القادمة ويعني وإعطائها مساحة أكبر، لأنها لا تأخذ هذا على اعتبار أن هو يعني نوع من الخطف، كأنه هو حق أصيل ومكتسب لها. لو هم يعني خلال الفترة الجاية تم تقليص هذا الدور، هتري الوضع؟ لا هم مش عندهم موضوع تقليص الدور،
هم مؤمنين بحق المرأة ومؤمنين بأن لها دور وتفعيل وكل شيء، بس هم مختلفين معانا في الآليات. هم مؤمنين بأن المرأة لها دور اجتماعي أكثر منه سياسي، له دور داخل المنزل خارج أكثر منه خارج المنزل، لها دور في المؤسسات التعليمية لتنشئة وتنمية التربية وتنمية النشء أكثر منه في مخالطة الرجال ويعني انحصار دورها في هذه العمليات المكملة وليست الفاعلة. اختلاف الآليات هيصبح هناك توجه مختلف تماما 180 درجة عما نتحدث عنه الآن. لن تصبح المرأة كائن إيجابي ولكنها كائن موجب، بمعنى أن دورها سوف ينحسر في بعض وينحصر في بعض. هذه المواقع وهذه المواقف سوف يعني تؤتي ثمارها في مجالات كثيرة جدا وستفعل، ولكن في مجالات أخرى غير مجالات القيادة العامة وغير مجالات الحياة العامة والسياسية التي نتحدث عنها الآن، والتي تثبت المرأة يوما عن يوم قدرتها الفائقة في نجاح وإدارة هذه المواقع. فبالتالي التيار المختلف بصرف يعني انا متفقه مع حضرتك في اللي بتقولي ان هي طبعا ليها دور كبير في الاسره وكل هذه لكن انا عايزه اسال سؤال، يعني ما هو انت لما هتسحبي المراه من الحياه الاجتماعيه ودورها في العمل وقيادتها، ما هو انت برضو كل ده بتدي رساله للمجتمع تاني وللجيل اللي هينشأ تاني، انك بتزرعي ثقافه انه هذه الشخصيه لها دور محدد وليس لها ان تزيد عن هذا الدور. هو يمكن ان تكون في الصف الثاني وليست في الصف الاول. في الصف الاول في بعض المواقع الاجتماعيه الخيريه التعليميه، لكن مواقع السياسيه والسياديه لا. بس في بعض الافكار بتقول ان هي لا تزاحم الراجل في اي عمل، يعني مجرد وجودها اصلا في حد ذاته هذا امر مرفوض. التيارات المتشدده كتير، بس التيارات المتوسطه يعني هي لها الدور الاكبر حاليا. وهو المشكله دلوقتي هو مش في يعني توجهات كل طرف ايه، هو احنا في اليات تفعيل كل دور ايه. تمام. فبالتالي التيار يعني انا بس هضيف حاجه بس اخيره، ان يعني امانه المراه في المجلسين الموقرين وفي تواجدها في مجلس المراه والمجلس القومي للمراه مفعل من خلال هذه التيارات ايضا، ولكن هم لهم آلية عمل اخرى غير الآليات اللي كانت موجودة قبل الثورة. تمام. طيب عايزة أفهم برضو من خلال دراساتك والإعلام طبعا بيقتضي أنك تدرسي الأبعاد النفسية والاجتماعية الخاصة بكل شأن، فأفهم الأبعاد النفسية الخاصة. يعني بنجد مثلا حاليا سيدات مثلا أعضاء يعني مجلس الشعب أو شورى، نائبات موقرات، حينما يتحدثن عن المرأة نجد إنهم يعني مقتنعين بأفكار معينة، وهذه الأفكار تقتضي أنه فعلا المرأة حصلت على حقوقها. المشكلة فإذا ما كانت هذه هي فكرة من هو منوط به أنه هو يطالب لا ما هم بالحقوق. دي بقى نرجع تاني لمشكلة من يمثلنا. من يمثلنا كسيدات، وليس فقط النوعية، يعني مش من يمثل المرأة هو المرأة، لا، من يمثل المرأة هو المرأة الواعية، هي المرأة المتعلمة، هي المرأة الناضجة، هي المرأة المفكرة، هي المرأة الناقدة، والمرأة المبدعة فكريا. فهو يعني ما هو مش المطلوب التمثيل النوعي على ما هو أكثر منه مطلوب التمثيل الكيفي. تمام. فبالتالي هناك نائبات على قدر كبير جدا من الاحترام والتوقير، ولكن الدرجة العلمية والدرجة الفكرية أصل هو مش المفترض يعني هي مش بالشهادات، هي بالدرجة الفكرية والدرجة يعني العلمية في التفكير والإبداع وسعة الأفق وصفاء الذهن وحرية التفكير. ده مهم جدا. يعني احنا مش بنختار على أساس إن هذا التوجه، فبالتالي أي امرأة طالما إن هي هتأدي الدور هتملأ هذا المكان وخلاص. يعني هي مش مجرد ان انا عشان يعني محتاج ان انا امرأة تمثلني، لا، انا لازم اختار نوعية هذه المرأة. وعلشان وده يعني هيقودنا لفكرة ان اللجنة التأسيسية في الدستور لما جت لا، ده هيقودنا لفكرة مهمة جدا، انه كل نوعية في حاجة لمن يمثلها. تمام. ده مهم جدا، بس مش بس في لجنة الدستور ولا في مجلس الشعب، لكن في المجتمع ككل. ما هو انت حضرتك ممكن تكوني بتعبري عن نوعية لا تتفق مع متطلباتي في المجتمع، فبالتالي انا احتاج لمن يمثلني. اكبر نسبة محتاجة حد يمثلها فعلا المرأة الريفية، المرأة
المتسربة من التعليم، المرأة التي لم تحظى بقدر كافي، المرأة المعيلة طبعا. دي يعني دي في حد ذاتها محتاجة مش من يمثلها، ده من يدعمها يعني، ومن يساندها، ومن يعني يوصل لها حقها. يعني مهم جدا ان المرأة ان هي اللي احنا نختار ان هي تقدر تناقش، تقدر ان هي يكون عندها بعد سياسي، يكون لها خطوات في العمل العام والعمل السياسي. يعني مش ان هي مجرد ان هي عندها بعض الافكار والمعلومات، صحيح. لا، لازم يكون لها خبره سياسيه. وده نرجع لفكره ان المراه تحتاج الى، بالاضافه لاتاحه الفرص، تحتاج الى فترات تدريب، وتحتاج الى تشجيع. يعني هي مشكله المراه ان احنا نتصيد لها الاخطاء كثيرا. هناك كوادر سياسيه على قدر كبير جدا من العلم ومن الكفاءه نتصيد لها الاخطاء للاسف الشديد. على الرغم من ان يعني الرجل والمراه على يعني الاثنين بشر، ويعني ولو من السلبيات والايجابيات، الا ان المراه دائما في اي موقع وليست فقط في العمل العام، مجرد ما يعني يحصل اي خطا او اي هفوه حتى لو كانت غير مسؤوله عنه. في سيدات فضليات شاركوا في الثوره وكان ليهم دور فعال داخل وخارج كبير الميدان جدا بالظبط. لكن حينما بدأنا في ترشيح أنفسهن يعني لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب، لم يجدنا التأييد الكافي أو الدعم الكافي، على الأقل من يعني من ناحية التوكيلات وما إلى ذلك. وكأنه في دايما خط في المجتمع يعني بيقال عنده للمرأة لا كده كفاية، خلاص أنت ما تقدريش تتخطي. هرجع تاني أقول لحضرتك، إذا كانت المرأة قادرة على قيادة أسرتها، قادرة على قيادة المجتمع الوظيفي الذي تعمل فيه، قادرة على قيادة المؤسسات المدنية والاجتماعية والخيرية التي تعمل فيها، وهذا هو الدور المتفق عليه من جميع التيارات إلى الآن. فإذا كانت قادرة على قيادة الرمز الصغير، فهي قادرة على قيادة على الرمز الكبير اللي هو الدولة. وإذا عدنا مرة أخرى إلى التاريخ، لوجدنا العديد من الرموز التاريخ اللي كانت فيهم سيدات ناجحات لامعات، قدروا إن هم يوصلوا إلى درجة من القيادة لقيادة الدولة والعبور بها إلى بر الأمان. فبالتالي إحنا يعني لو قلنا إن التاريخ بيعيد نفسه، فالمرأة تستطيع أن هي تقوم بهذا الدور. لكن المشكلة الحقيقية الآن ثقافة المجتمع ونظرة المجتمع التي فيها دائما يعني مساحة كده بتقول إنه بس برضو المرأة ضعيفة، المرأة ناقصة عقل ودين، يعني دايما تلاقي كده جمل تريح يعني تخلي الناس نفسها تستريح. يا فندم يعني طب الجمل دي ما بنلاقيهاش ليه مع المرأة المعيلة؟ ما بنلاقيهاش ليه مع المرأة اللي يعني بتقود بعض المؤسسات الصغيرة في المجتمع؟ ده حتى في يعني المناصب الوزارية محدد ليها يعني عدد معين ما ينفعش انها تتجاوزه طب وليه دائما يعني هذه الوزارات لا تكون وزارات سيادية؟ ليه؟ دائما بيئة يعني دائما تكون يعني مع احترامي يعني، لان يعني هناك بعض السيدات القادرات جدا على القياده يعني يشهد لهم على المستوى العالمي بالمستوى العلمي والفكري والثقافي. احنا دلوقتي اصبحنا يعني مصر رمز للعروبه في العالم كله. فبالتالي يعني لابد ان يكون لها السبق، طالما ان احنا لنا السبق في جميع المجالات، وطالما ان المراه قادره على القياده في جميع المؤسسات، فبالتالي هو قصور. أستاذة أسماء، شايفة أنه الإعلام لحد دلوقتي هو مساهم في صنع هذه الصورة السلبية عن المرأة؟ هو لما كان يقال ان هي يعني محصور دورها بيحصر دورها في اشياء كتيره جدا. اهمها ان هي الدميه التي يتم تحريكها من قبل ايادي اخرى. إذا يعني تم تغيير هذه الصورة الذهنية وجعل المرأة قيادة وقوة عقلية مستنيرة ومستقلة، وتحريرها من هذه الأفكار المسيطرة على العقول، فبالتالي سوف يتم الفصل ما بين الدمية الجميلة وما بين العقل الجميل. تمام. اسمحي لي، يعني امتى هنبدا نتوقف عن فكره انه المطالبات بحقوق المراه والمناديات بحقوق المراه في مؤسسات وجمعيات مختلفه نتوقف عن اتهامهم بان هم بيقوموا بتوريد افكار خارجيه خارجه عن المجتمع وعن قيمنا وعن اخلاقنا، وان هم بيريدوا الخروج بالمجتمع خارج نطاق التقاليد والعادات وكل هذه الامور؟ امتى هننظر لهذا الامر بصوره اكثر تفتحا؟ إذا أصبحت منابر الفكر والدعوة من خارج هذه الدعوات،
يعني إذا أصبح هناك منابر فكر أخرى داخل أماكن تسيطر، منابر الفكر الموجودة في المجتمع الأكثر قربا واتصالا بالجماهير، الدوائر الشخصية، الخطاب الديني مثلا قصدك على المستوى الجوامع والكنائس وهذه الأمور، وفي نفس الوقت والمدارس ما نغفلش دورها، يعني والاجتماعات، ويعني أي تجمع له توجه فكري وبيحصل فيه دائرة اتصال سواء كانت شخصية أو جماهيرية على مستويات صغيرة أو كبيرة، هذه الدوائر بتستطيع التغيير. بس احنا طبعا لا ننكر إطلاقا أن يعني نظرة الدعوات والتحررية والأفكار الغربية دي يعني اقتصرت يعني حتى على إيمان المرأة بنفسها، يعني اتغيرت كثيرا عن الأول. هي المشكلة دلوقتي في انحصار دورها في بعض الأفكار المحددة، وكأن يعني هذه الأفكار سوف تبتعد مرة أخرى عن دورها، وكأننا المجتمع سينقلب مع هذه الدعوات من مجتمع ذكوري إلى مجتمع نسائي. المشكلة أن نسبة التعليم ونسبة الوعي ونسبة الفكر أعلى لدى الذكور منها لدى الإناث، فبالتالي إيمان المرأة بذاتها ودرجة وعيها بتقل مع هذه الدعوات التعليمية. تمام. حضرتك ذكرتي في كلامك أكتر من حاجة، اتكلمتي عن المؤسسات وعن الأسرة وعن التعليم. شايفة أنه ما ينفعش نحن نبدأ نتكلم عن حقوق المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتغيير الثقافة إلا لما يعني نفعل عدة أشياء طبعا. وهسمح لك يعني ترتبيهم. يعني هنقول الأمية، التفعيل الحقيقي لحقوق المرأة، ان هي فعلا لما يكون ليها حقوق مثلا عند الزوج تاخدها، لما يكون ليها ميراث تاخده، لانه برضه احنا بنتكلم عن لو كلمنا النفسي، الحفاظ على الاستقرار يعني النفسي في منطقة الصعيد مثلا حتى يومنا هذا في بعض العائلات بتؤمن ان المرأة ليس لها ميراث او ليس لها حقوق على فكرة المرأة مادية. السعودية على الرغم من عدم وجود حقوقها المادية لان هي بتحترم المرأة جدا نفسيا. يعني تلاقي ان العائلات الكبيره رموزها من السيدات. أيوة. درجه احترام كلمه المراه الكبيره المسنه لها رؤيه ولها تفكير، بيتم احترام رايها ومشورتها واحترام هذا الراي والشورى داخل العائله. تمام. بيتم احترام المراه السعوديه نفسيا جدا، يعني بيتم استشارتها في الامور الماليه والامور الاجتماعيه والامور الزواج، بيؤخذ رايهم. المراه هناك على الرغم من عدم وجود يعني حتى مساله الميراث، هتلاقي ان في العائله او الاخوه الذكور او الاباء والاعمام اللي مش بيعطوها مع يعني ميراثها بيراعوها اقتصاديا. أيوة. بتلاقي فيهم نوع من التكافل المادي والتكافل المعنوي، ما يبقاش فيه يعني هدر الحقوق الاقتصاديه مقابلها هدر الحقوق الاجتماعيه. بس هنا بقى دي مش متفقه مع يعني مساله الاميه. يعني احنا كنا يعني كنت حابه ان حضرتك ترتبي لي، كنا هنقول مثلا الاميه هي السبب في تراجع الفكر، لكن الفكره اللي حضرتك بتقوليها رغم انه نسبه التعليم مش مرتفعه في الصعيد، لكن في حاجات اكثر ثقلا، في عادات وتقاليد وفي ترابط اجتماعي بالزبط. وفي ترابط اسري كبير جدا. بس احنا بنتكلم على يعني الترابط ده ما بيؤديش الى رفع المستوى السياسي ولا رفع مشاركتها في العمل العام. يعني لما بنيجي على وضع الانتخابات او نيجي على القيادات في العمل العام ما ينفعش في الحاله دي مفيش كلام لا في الحاله دي بقى هنبتدي ايه يعني يحصل نوع من انحسار الدور. لكن في سلبيات وفي ايجابيات. لكن تفهم المجتمع، ما احنا محتاجين حاجتين. يعني محتاجين الاول الناس تتفهم هذا الدور وتؤمن بيه وتؤمن باهميه تفعيله في المجتمع، ثم يبدا تفعيله. فمرحله الفهم دي يبقى احنا قطعنا شوط التعليم كبير. ده بقى هنا الامي. عشان كده بقول لحضرتك احنا بدايه بنفهم من خلال رفع درجه التعليم ودرجه الوعي. لما بنبتدي نفهم بنبتدي ان احنا نقدر نوصل للحلول. حتى احنا في البحث العلمي بنقول بدايه استشعار المشكله وبعد كده اتخاذ الخطوات لحلولها. فاذا احنا قدرنا ان احنا نوصل بالمجتمع لدرجه وعي معينه، هنقدر من خلاله ان احنا نبتدي نتناقش بقى في المشكلات ونوصل لحلولها باذن الله. بالظبط. اخر حاجه بقى، ازاي المراه نفسها تؤمن بان ليها حق وتفهم هذه الحقوق حتى تستطيع ان تطالب بها بالصوره الصحيحه؟ هقول لحضرتك، هو المشكله عند المراه ان درجه، برضه هنرجع لدرجه اميتها عاليه، درجه ثقتها في نفسها بتقل مع عدم معرفتها بحقوقها. تمام. فبالتالي هي لما بيبقى عندها درجه وعي منخفضه مع درجه تعليم منخفضه، بالتالي ينحصر دورها، بيبتدي يتهمش وجودها، فبتقبل بقى باي امور موجوده، باي امكانيات، بكيس سكر، بكيس زيت، وثقت في نفسها باي حاجه. فبالتالي ما هو طالما انت اهتزت ثقه الانسان بنفسه، هو لن يستطيع اولا معرفه حقه ولا المطالبه بيه.
هو اصلا حاسس ان هو كفايه عليه كده، هو مش محتاج يعني حقوق هو يعني. مش يعني هو مهمش دوره، غير حاسس بوجوده، ثقته بنفسه مهتزه، على غير وعي بهذه الحقوق. ما هو يعني كيف ستطالب بحقك دون ان تعلم ما هو هذا الحق، ولا صحيح. اليات يعني، ولا حتى يعني امكانياتك ايه علشان تقدر ان انت تطالب بحقك. جميل جدا. يبقى لابد ان تثق المراه اولا في نفسها فتعلم ما هي احتياجاتها وحقوقها، لازم توسع مداركها جدا ان تطالب طبعا بهذا الحق. ما هو علشان المجتمع يقدر يؤمن بيها لازم تؤمن بنفسها توسع مداركها، توسع ثقافتها، يبقى في عندها يعني مجال اوسع من المعلومات، مجال اوسع من المشاركه. اذا قدرت ان هي تخرج من المنطقه الضيقه اللي هي بتضع فيها نفسها، سقف احلامها وطموحاتها لازم يبقى اعلى من كده، لان هي صاحبه امكانيات. صحيح. يعني اذا قدرت، هي بتتعب تعب كبير جدا في جميع مجالات حياتها وفي جميع مراحل عمرها، بدايه من طفولتها وحتى يعني هي لازم بقى تدرك ده، فتستطيع ان هي تطالب بحقوقها من هذا المنطلق. بشكرك جدا استاذه اسماء الجيوشي، مدرس الاعلام بجامعه المنصوره. شكرا جزيلا يا فندم لوجود حضرتك معانا النهارده، وبشكرك على كل هذا الحديث الممتع الخاص بدور المراه